بيبقى فيه عند، بيبقى فيه مشاكل سواء للبنت او الولد. بيبقى فيه فقدان ممكن من السيطرة شوية من الأب أو الأم على أولادهم في الفترة دي، لأنهم بيميلوا دايما للأصدقاء أكتر، ونحس إن هم بيحبوا يتكلموا أكتر مع أصدقائهم أكتر ما بيتكلموا مع أهاليهم في البيت، أو بيبقى لهم كده حياة خاصة. سن المراهقة سن صعب، وسن محتاج إن احنا نعرف عنه أكتر، ونعرف إزاي نتعامل مع أولادنا في الفترة دي، ونعرف كمان ازاي يبقى في لغة حوار مظبوطة برضو في فترة المراهقة مع أولادنا. وأسئلة كتير هنجاوب عليها أو عنها النهاردة مع ضيفنا أستاذ عبد الحميد إبراهيم، خبير إرشاد أسري وتعديل السلوك. برحب بيك، أهلا بيك. اهلا بحضرتك. سن المراهقة، قبل ما أتكلم بقى عن البنوتة في سن المراهقة، وده موضوعنا النهاردة أكتر عن البنت في سن المراهقة، أتكلم عن تحديد السن، يعني من إمتى لإمتى بالنسبة للبنت والولد. بصي، هو عامة المراحل بتاعة المراهقة اتقسمت لثلاث أنواع أو متقسمة لثلاث مراحل. المرحلة الأولى هي المرحلة المبكرة، هي بتبدأ من سن 13 14 15. تمام. المرحلة المتوسطة الأولى دي تعتبر اللي هو سن بداية المرحلة الإعدادية، البداية خالص إن أنا أتعرف على على الجو نفسه بتاع جسمي، وأبدأ أشوف إيه الدنيا بشكل معين يعني. تمام. المرحله الثانيه هي دي المرحله المتوسطه، اللي هو بيبدا من سن 15 16 17. دي بتبقى مرحله الثانويه العامه بقى، ويبدا كل واحد بيفكر، طب انا بدا صوتي بيتغير، طب بدا شكلي بيتغير، الشكل، التغيير الجسماني بقى بياخد شكل خارجي كامل. المرحله الثالثه هي المرحله اللي بنقول عليها بين 18 19 و20 21. 21 دي خلاص بداية سن المراهقة المتأخرة. تمام. ده خلاص بقى بتبدأ بقى خلاص السن بدأ الرشد، النضج، بدأ النضج الكامل. فتبدأ بقى تفكر بشكل عقلاني شوية، تفكر بشكل ان انا طب انا اللي بعمله ده صح، طب اللي انا بعمله ده غلط. بكل شكل وكل سن بيبقى ليه الوقت بتاعه. ما ده بقى انا هتكلم يعني على الصفات، يعني انت قلتها لنا سريعا، بس خلينا نمر عليها بقى بشكل يعني اكثر تفصيلا. بداية المراهقة اللي هي المراهقة المبكرة في الاول، اللي هي قلنا من 9 لكام؟ بداية المراهقة بتبدأ من بداية البلوغ. البلوغ بيبدأ عند البنت من 9 ل 18. من 9 ل 18. الفترة دي صفاتها ايه وسماتها ايه؟ لو اتكلمنا عند البنت النهارده بشكل خاص، يعني بيبقى ايه الصفات والتغيرات اللي بتحصل عليها من 9 ل 18؟ بصي، اولا بيبقى مشكلة بتواجه كتير امهات، وبيجي لي الحالات دي عندي على طول. مشكلة اللي بتواجه كل بنت، بتبقى شايفة نفسها ان هي بقت مدمزيل. انا بقيت انسه دلوقتي، لا في حاجات معينه ما ينفعش حد يقول لي يا بنتي تعالي، يا بنتي اعملي، لا في حاجات انا خلاص انا بقيت انسه. خدت كلمه انسه دي بمنطلق بقى اللي هي بتشوفه في التلفزيون مثلا، او اللي هي بتتعرف عليه من صحابها. مثلا سي ميك اب، بتبدا تغير من شكلها، تبدا تعمل نيو لوك، بتبدا هي بتفكر. يعني ممكن اقول لك لو 13 سنه 14 سنه بتعمل الكلام ده او بيعمل الكلام ده. بس بنحاول بقى احنا بقى نعمل ايه؟ نفكر ان نتدخل احنا بقى كاهل، نفكر انا كنت بنت، يعني مثلا الام تفكر انا كنت بنت، طب انا كنت بعمل ده، مش كنت بعمل كده قوي. طيب التغير اللي حصل في البيئه اللي احنا عايشينها دلوقتي، في المحيط نفسه في حاجات كتير اتغيرت، منها السوشيال ميديا. اثر السوشيال ميديا اصبح ان هو بالنسبه لها ده اكيد ليه تاثير كبير بقى عليه. الفاشن بتشوفه اكتر، بقت بتتابع اكتر الموضه. الموضوع بالنسبه لها واخد شكل تاني، يعني مختلف عن مكانه الام في سن المراهقه. تمام. يعني انت تقصد عوامل كانت مجلات الموضه كانت ممكن مثلا العوامل طبعا ان هو الانفايرمنت اللي احنا بنعيشها والبيئه اللي بتحيط بالانسان هي اكتر حاجه بتاثر عليه. طب هي الام لما تلاقي بنتها ابتدت تتغير تبدا تتكلم معاها، ولا قبل ما تدخل سن المراهقه تبدا هي تمهد لها، يبقى في تمهيد؟ جميل، هو السؤال ده جميل جدا. هو قبل ولا بعد؟ بصي، هو واخد شكلين. هل لو الام عندها الادراك الكامل ان هي بنتها بتتابعها ولسه يعني هي شايفاها بدات دلوقتي بتتابع وخطوه خطوه وماشيه معاها ستيب باي ستيب، اقول لك لا تلحقها عشان قبل ما تخش. يعني تفهمها ان سن المراهقه يا بنتي، انت دلوقتي داخله على سن البلوغ، بداتي خلاص شكلك هيتغير، في مرحله معينه بتتغير فسيولوجيا فيكي. فحاولي ان انت دلوقتي لازم في حاجات معينه، بس مش بخوفها. ما هو هي دي مشكله الاهالي. يعني هي مثلا اول ما البنت تبدا ده، اوعي تكلمي ولد، اوعي تمشي مع حد، او حد يقول لك اعملي تاخدها كده بشكل اوردرات او اوامر. فتبدا القيم والترسيخ عندها بقى بتبدا ايه، ده ماما بتقول لي كذا، ده ماما قالت لي كذا. اصبح ان عندها
قيم معينه، مم. فالقيم دي عمرها ما هتتغير ايا كان، لانها بتتحط عندها في الميموري. تمام. قيم معينه دي ما فيش هينفع اشيلها. مم. فاصبح ان انا ما اخوفهاش، لا انا اخدها بالراحه، اقول لها ممكن انت دلوقتي اتغير فيكي حاجات معينه، حاولي ان انت تبداي تشوفي نفسك بشكل معين، احنا كبرنا نحاول نغير من تفكيرنا، نحاول نعمل ده. فاصبح ان البنت بقى عندها المسؤوليه. تمام. اكتر حاجه بتخلي الطفل سعيد في حياته انك تحطه في المسؤوليه وتفهمه ان هو فعلا بقى كبير. ان هو دي اكتر، يتصرف بمسؤوليه بإرادته بقى، بارادته، بمسؤوليته هو ما بالظبط. فيش حد يتحكم فيه. هي دي اكتر حاجه بتساعده في حياته. اكيد اكيد. اما انا بقى لو انا لو فهمته لا كده غلط، كده كده وكده وكده، اصبح ان دايما عندنا مبدأ في الحياه هو المرغوب او ممنوع مرغوب، تمام. بيجي بالعند الممنوع مرغوب. وبالعكس عند الاولاد. تمام، هو العند بقى. صحيح. ان انا دلوقتي انا لو بمنع ابني مثلا ان هو هيخش على الفيسبوك، مم. لو قلت له هو كده هو عنده لا هيخش. هيبقى فضول او حب استطلاع يعني. جميل. ده شيء طبيعي. دايما انا كنت بتكلم يعني لسه حاليا دلوقتي، دايما احنا بنبقى قافلين الباب كاتبين ممنوع الاقتراب. كلمه ممنوع الاقتراب ده بيصير عندنا الفضول ان احنا عاوزين نعرف ايه اللي جوه ورا الباب ده. بالظبط. ايوه. مش مهم بقى باب مقفول عادي سي ومفيش وراه حاجه. تمام. بس الفكره كلها ان احنا عندنا الرغبه. تمام. حب الرغبه ان أيوة احنا نشوف ايه اللي ورا. اكيد اكيد. تمام. فانا بخاف من النقطه الاولانيه ان بحس ان البنت ممكن تخش في عمليه تحدي بين مامتها، وده كان بيجي لي كتير بقى. ما هو ده بيرجع لايه بقى التحدي؟ ان هي ده بيرجع اصلا لشكل العلاقه بين الام وبنتها ايه. يعني في تلاقي ام وبنتها يعني صاحبين واصدقاء وجمال قوي مع بعض، وفي تلاقي ام وبنتها دايما في نفور وفي علاقه شائكه كده وما يعني بصي يعني مش على خط الاثنين واحد. بيبقى الاثنين بيبقى بسببهم تحدي على فكره. ممكن بتبقى العلاقه جميله وزي الفل وما فيهاش اي مشكله وما فيش اي اضطرابات، تمام. وبتبقى علاقه فيها كل الاضطرابات زيها بالظبط. ليه بقى؟ ليه؟ هقول لك يعني. اولا ان البنت دايما او بالتفكير النفسي الاب بيبقى حنين قوي على البنت. بيبقى مدلله بشكل كامل، بالذات البنت يعني غير بتتقال الولد. دايما البنت حبيبه باباها يعني. ايوه دايما بالظبط. البنت حبيبه باباها. هو بيبقى واخده الوضع ده. فطبعا البنت ما بتتغير لها التغير الكامل او مرحله البلوغ والمراهقه وكل ده، فبيحصل عندها ايه تغير. فاول راجل مين في حياتها؟ الاب. تمام. فالاب بيبقى اول راجل في حياتها، فبتبص له بنظره ان هو ده الحبيب والاب وكل الكلام اللي هي ممكن تسمع عنه في التلفزيون او بتشوفه على الفيسبوك او تبدا البوستات اللي بتنزل على السوشيال ميديا. فبتبدا هي بتاخد الموضوع ده بالنسبه لباباها. تمام. بعد كده طب الاب بيعمل تدليل ليه؟ لان هو بيخرج من البيت بيرجع بيلاقي طبعا ما بيديش حقه للبيت، فاكتر حاجه بيحاول ان هو يعمل ايه؟ يساعد على قد ما يقدر انه يبسط اللي موجود في البيت. يعني موضوع الدلع بقى اللي هو يدلع شويه بنته مثلا والتدليل. فبيحصل بعد كده ايه؟ ان لو البنت مثلا قالت انا عاوزه حاجه من مامتها فمامتها قالت لها لا، فتروح لباباها فباباها يجيبها لها، ودي اكبر مشكله. عشان هي عارفه يعني التكه بتاعته او نقطه ضعفه. نقطه الضعف. انا لما بضغط على نقطه الضعف ده بيبقى اول مشكله في بدايه كسر العلاقات بين الام والبنت والزوج. الثلاثه يعني الثلاثه بيتكسروا كل روابط طبعا. يعني هو دلوقتي انا شايف ان بنتي المفروض ما تعملش ده. يعني انا المفروض انا شايفه انا قلت لك لا، فانت مش تروحي من ورايا زي ما احنا بنقول عليها كده في هيكل توظيفي انك انت ما تتعداش رئيسك. هي بقى بتعمل ايه؟ بتتعدى مامتها. هي عارفه مين اللي هينفذ او مين اللي مش هينفذ. بالتالي ده بيبقى حاصل كمان من الصغر، يعني الطفل بيبقى فاهم ده. هي دي مشكله. ما هي دي المشكله. فلو الاب بقى يعمل ايه؟ يحاول ان هو على قد ما يقدر لو ماما قالت لك اوكي خلاص هجيبها لك. يعني يمشوا على راي واحد. ده اللي تقصده. اما مش انا الماما تقول لا او بابا بيجيب لي خلاص على فكره يبقى انا بستغنى عن ماما خالص. ايوه. وحياتي كلها ماما دي مش هيبقى عندها اي لازمه في حياتي بشكل عام. لا بابا هو اللي بيجيب لي، بابا هو اللي هيعمل لي وهو اللي هيجيب لي. وبعد كده تبدا بقى ايه؟ في نظريه التحدي. البنت بقى تخش في نظريه التحدي مع مين؟ مع مامتها بقى. تبدا بقى مع مامتها، لان هي مش خلاص بقى بتنفذ لها اللي هي عايزاه. النرد بقى انا خلاص بقى انا دخلت في عمليه التحدي. دلوقتي ماما ولا حاجه بالنسبه لي، فلا هيجيب لي. تبدا تزعق ده هو هيجيب لي، ان هو انا عارف ان هو هيعمل ده. فتيجي تفكر بشكل معين الام انت بتتحديني، انت بتعملي، فيحصل الفجوه الكبيره بقى بالظبط بين الثلاثه مع بعض. فده بيأثر بقى على شخصيه البنت في الفتره دي. طبعا لان هو الاب بيبقى بيدلل من ناحيه، الام بتشد من ناحيه. فاصبح ان طب مين هي؟ طبعا اي طفل بيحب الحنيه وبيحب مصلحته من الاخر. بيحب مصلحته. يعني هو يشوف مين اللي هيجيب له
فبيبقى طبعا مع انا دايما انا المصلحه مع اكتر. المصلحه، هو بيروح على بالظبط، المصلحه. هو مش انا فاهم. بابا بيعمل لي كذا فانا معاه. مم. حتى بتبدا بقى، حتى مثلا لو مامتها قاعده مع باباها بتغير على باباها، مم. هتبدا تغير. تغيير. لان هو طبعا، لانك انت دلوقتي انت ده مامتها، طب مم. ازاي انت ممكن ممكن يعقل؟ لان دلوقتي هي شايفاه ان هو ده الراجل محور حياتها. مم. فاما ست تانية بتاخده منها فاصبح بالنسبه لها لا ما اقدرش. ست تاني حتى لو كانت دي مامتها، حتى لو كانت يعني هي مامتها. ممكن تبص مامتها بالنظره دي. التركيبه السيكولوجيه بتاعت البنت نفسها بتبص لاي شخص هو اول محور حياتها هو الاب. تمام. يعني هو بالنسبه لها هو محور الحياه اللي ماشيه بيه، أكيد. لحد ما يجي بقى الزوج او الحبيب او ايا كان شكل، فهو بيبقى الاب الاول والاخير. بدليل لو هوصلها لك برضو طب ممكن تكون انا بس شايفاها. هستأذنك ناخد مدام ايمان وناخد المثال بعد كده. اتفضل. مدام ايمان. السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا بحضرتك. انا بس عايزه اسال سؤال كده اتفضلي. معلش. معايا ابن عنده 8 سنين تمام. ومش مخليه ناقصه اي حاجه في الدنيا، جميل. بس لقيته بدا يمد ايده ويسرق. بدأ ايه؟ يمد ايده ويسرق من عندي من البيت. يا مش عارفه اتعامل معاه ازاي. ضربته، كلمته بالراحه، خوفته. بقيت اوري له عيال ايدهم متقطعه واقول لهم ربنا قطع ايده علشان سرق من مامته. اتعاملت معاه بكل الطرق. عملتي كل حاجه. يبقى خايف في وقتها، وبعد كده بعدها بشويه خلاص انتهى كل الكلام. انت عايزه تعرفي طريقه التعامل معاه عشان يبطل العاده. مش عارفه اتعامل معاه ازاي، اعمل ايه؟ حاضر، احنا هي استاذ عبد الحميد هيجاوبك. انا بشكرك. في سؤال ليها حضرتك ولا؟ تمام. طب هو هيسالك سؤال بس قبل ما تقفلي حضرتك. بقول لحضرتك انت بتجيبي له كل اللي هو عاوزه ايا كان هو حجمها ولا بالمقدار معين؟ لا بجيب له، يعني بيطلب لو مش معايا ثمن الحاجه دي اقول له طب مثلا الاسبوع الجاي اجيبها لك واجيبها له. يعني مثلا لو سمارت فون غالي بتقدري تجيبيه، لو اي حاجه مثلا خاصه بالجيمز بتجيبيها؟ لا لما بيطلب حاجه في مقدرتي بجيبها. طيب الفلوس اللي بياخدها منك دي بيعمل بيها ايه ولا ما تعرفيش؟ بيجيب بيها، لا عارفه، بيجيب بيها حلويات، يجيب بيها شيبسات، يجيب بيها حاجات الخاصه بيه، يعني اشباع ارضاء للاحتياج بتاعه. تمام. تمام. طيب انا بشكرك مدام ايمان، وتابعينا هيجاوبك حالا. بشكرك على اتصالك. اولا الطفل ده عنده اضطراب نفسي. اضطراب نفسي وده مشكله كبيره. ليه بقى؟ ليه جاله الاضطراب؟ يعني الاضطراب النفسي اولا بيجي بسبب ان هو المرغوب عنده احتياج. فانا الام مش بتسد الاحتياج بتاعه. فهو بيحاول على قد ما يقدر يجيب الحاجه دي بطريقه ايا كان بالطريقه بقى. فانا دلوقتي مثلا انا عاوز اللعبه الفلانيه، فانا بقول لماما، فماما بتقول لي ايه، لا ما مش دلوقتي، او مش معايا فلوس، او حته الجزء اللي بعد كده انت هتعمل بيها ايه؟ انت اكبر من كده. فهو بالنسبه له هو دي حاجه هترضي اشباع رغبته. فانا لما اعمل ايه؟ هقدر اجيب الحاجه دي؟ لا انا هجيبها بطريقه معينه. انا هاخد فلوس منها او هاخد طريقه وانا هجيبها واشبع بقى رغبتي. الفكره بقى طب انا هتعامل معاها ازاي؟ هي الحل ده ايه؟ الحل بقى فتره يعني ان انا صعب. احاول على قد ما اقدر اعرف رغباته ايه، وانا بنفسي انزل. يعني لو هو خد مني فلوس، على فكره انا يا فلان الفلاني انت خدت الفلوس؟ يا ماما انا خدت الفلوس. طب تعالى ننزل نجيب لك الحاجه الفلانيه اللي انت كنت قلت لي عليها. فاصبح بالنسبه له طب ازاي هي، طب انا هتنزل تجيب لي وانا واخد الفلوس؟ فهو من بعد كده هيبدا يحس بتأنيب الضمير. هو طفل صغير عنده 8 سنين عنده ضمير. في حاجه هيحس ان هو فعلا غلط. انا بس عايزه استفسر، يعني احيانا بيصنف او بتصنف السرقه دي عند الاطفال ان هي مرض نفسي اكتر منه اضطراب، يعني بيبقى داء السرقه اللي هو بيبدا. لا هو لسه ولا ده في سنه؟ لا هو اضطراب. لا ما يصنفش دلوقتي. ده مش مرض انه بيسرق هو لمجرد. لسه هو لسه اصلا ما تحطلوش اللبنه اصلا عشان يسرق. هو بيسرق عشان يرضي رغباته، عشان هي الام هي اللي بتقول له لا. طب ما هو ممكن ده يبقى بدايه بعد كده يستمر معاه. ما انا لسه بقول لك اهو. فاحنا لازم، ما هو الاضطراب الاول قبل ما يبقى في مرض، في موجود اضطراب، طب بنحاول نغيره عشان قبل ما يوصل للمرض. يعني هي مراحل. هو كده في بدايته بيبقى الاضطراب. دي البدايه خلاص، يبقى كده هيدخل على المرض. لو ما اتعالجش صح والام ما عرفتش تقف طبعا معاه، هيبقى كل حاجه بقى رغبات، هيستمر بقى معاه. طبعا انا النهارده عاوز عربيه، انا عاوز سمارت فون كذا، عاوز سمارت. طب هي تتعامل معاه، نحدد بس طريقه التعامل تاني بشكل كده سريع. الطريقه السريعه بشكل عام ان انا احاول ان انا استقطبه ليا وافهمه ان الحاجه دي انا ممكن اجيبها لك، بس مش وقتها، بطريقه مش عصبيه، مش هكون نرف،
معاه، مم. لان هو بالنسبه له انت عصبيه، فانت مش هتجيبي لي الحاجه اصلا، بالظبط. ومع انها هتجيبها له. يبقى في بس تفاهم يعني. فهي لغه الحوار. مم. المشكله كلها عندنا لغه الحوار، يبقى انا هشبع رغباته بنفسه ومعايا. يعني انت عاوز اللعبه الفلانيه، انا هنزل اجيبها لك، مم. بس مش دلوقتي. مم. طب اقول لك حاجه، اديله بقى ايه بقى عمليه اللي انا احط معاه بقى شويه مدرجات لنفسه. يعني مم. ايه؟ لو نجحت، لو ذاكرت، لو خدت الفول مارك، لو مدرسينك مش اشتكوش منك، لو بابا لو انا باباك مش قال لك كلام يعني ان انت مش كويس والكلام ده، انا هجيب لك اللعبه. اصبح بالنسبه له ان هو هيقعد في حته معينه، او بيتقال عليه ان انا هقعد مؤدب مم. عشان اخد الحاجه اللي انا عاوزها، وهشبع رغبتي بمين؟ من ماما، مم. مش من نفسي. مم. هي دي الموضوع. فهو ده اضطراب نفسي دلوقتي. فحاول ان هي على قد ما تقدر تعمل الكلام ده، عشان تمام. مش عاوزين نوصل لمرض نفسي، يبقى ده السر موجود. تمام. عايزه اتكلم عن لغه الحوار، لسه كنت بتقولها دلوقتي في كلامك، هي مهمه جدا، اللي هي كتير دلوقتي الناس مفتقدينها، يعني مش عارفين يعني ايه يبقى في حوار، سواء بين الزوجين بقى او بين الزوجين واولادهم. بس لو اتكلمنا عن لغه الحوار مع المراهق او المراهقه، وخاصه المراهقه البنت بقى، ازاي تمام. يبقى في لغه حوار معاه من الطرفين، انا الاب والام؟ جميل. بصي، هو اولا نقطه التفاهم او عدم التواصل دي موجوده، يعني بيبقى صعبه انك انت الام مثلا موجوده مثلا في الشغل، وبترجع البيت مرهقه جدا، تعبانه جدا، بعد كده تقعد مع بنتها، طب بعدين نتكلم. فالبنت طبعا ما عندهاش اي خالص سكيلز، ما عندهاش مهارات، ما فيش اي مش حاجه، مديالها فرصه يعني مش هتقدر توصل لها. للتواصل. فتبدا مع مين بقى؟ تبدا مم. مع اصحابها، مع مم. اصدقاء الفيسبوك، تبدا مع العالم الخارجي. ايوه. هو بقى اللي بنقول عليه السوشيال ميديا. تلجأ للاخرين لان في تلجأ البيت مش للاخرين. سامعينها مثلا. تمام. مم. هو ده بقى المشكله اللي احنا بنواجه طبعا كل البنات. طبعا. عندنا في مشكله دلوقتي حاليا، بنحاول على قد ما نقدر يا جماعه خلي بالكم من بناتكم، خليكم في استقطاب لازم يكون من عندكم انتوا، مش تبقى من صاحبتها، مش بالظبط. تبقى من واحده اكبر منها مثلا صاحبتها او قدها في السن. لا، لازم الاستقطاب يكون موجود من العيله نفسها، من الاسره. بالظبط. عشان انا لما الاقي في استقطاب من الاسره والبيت هو اللي بيخليني حاسه على طول بالامان، انا مش هبص لبره. بالظبط. طب انا اخد المعلومه من بره ليه وماما بتديها لي؟ طب انا مم. اخد المعلومه ليه وبابا بيديني المعلومه؟ مم. فهي دي المشكله، لغه الحوار هي مفتقدينها. مم. طب ازاي نحاول لغه الحوار دي؟ على قد ما نقدر مثلا زي يوم بيبقى زي يوم الجمعه، كل العيله بتبقى متجمعه مع بعض. مم. تمام. نحاول كل واحد يبدا يفرض رايه، يعني ايه؟ يقول رايه، يقول للتاني انا رايي واحد كده كذا كذا، ويبدا المناقشه مم. ببساطه كده. في كانت لغايه دلوقتي القيم اللي احنا بنتعلمها واللي احنا نحاول ندرسها، كان مسلسل الاستاذ محمد صبحي يوميات ونيس. مم. شوفي قد ايه حديث الثلاثاء. مم. حديث الثلاثاء ان هو كان بيجمعهم ويبدا يحكي لهم مثلا نبذه معينه عن فكره، فتبدا قيم معينه بتغرسها. فعلا هي دي الفكره. يوميات عائله ونيس تعتبر هو المرجع الرئيسي لاي ارشاد اسري احنا دلوقتي بنشتغل عليه. هي طريقة الاستقطاب داخل الأسرة، هي دي فعلا طبعا هو ده الصحيحة. الاساس، ان انا ما باخدش معلومه من بره، انا بالظبط. اخد المعلومه من ولازم بيتي. كمان يبقى في متابعة للأصدقاء، يعني بالذات البنوتة لما تيجي في فترة مراهقة هي ليها صاحبة معينة، لازم الأم تبقى عارفة مين الصاحبة دي وأهل الصاحبة دي مين ودي كمان. نقطه جميله. دي مهمة. بلاش، وكمان هقول لك برضو النقطه الكبيره، بلاش ادخل بنت مع بنت في مكان مقفول. انا بلاش. ليه بقى؟ ان هم بيحطوا مع بعض قيم معينه، او بيتحكي لها حاجات معينه. أفكار بقى بيقعدوا افكار يقولوا لبعض حاجات. زي مثلا بتبقى زي نميمه كده. مم. فالنميمه دي بتبقى اكتر حاجه غلط على الفكر في نفسه. يعني انا بقول لها دايما لاي ام، لو بنتك مثلا صاحبتها، لا مش تقفلوا الباب، مم. خلي الباب مفتوح. ما انتوا مش هتعملوا حاجه. ده اخوك الولاد مش عارفه ايه، لا تعالي في اليوم اللي هو مثلا اخوك الولد مش يبقى بس موجود. لازم برضه يبقى في إطار من الثقة، يعني ما ينفعش ماشي، برضه الثقه. نضايق بص، عليهم قوي. انا هقول لك حاجه، مم. الثقه موجوده، بس بعين ايه؟ زي اللي انا بعلمه السواقه. انا ببقى قاعد جنبه، بس انا مش ماسك الطاره، لا مم. انا ببقى قاعد جنبه، خايف ان هو على طول لو احس ان الطاره هتفلت منه، انا على طول الحقه مم. واضرب فرامل. هي دي الفكره، هي دي التراست نفسها، الثقه. ماشي، مم. الثقه موجوده، ماشي، اخليها تبقى مفتقده. تمام. دي الفكره يعني. تمام. للاسف وقتنا جري معاك بسرعه، بشكرك ربنا جدا. يخليك يا فندم، شكرا ليك. شكرا ليك يا فندم، شكرا ليك. بشكر استاذ عبد الحميد ابراهيم، خبير ارشاد اسري وتعديل السلوك. بعد الفاصل موضوع جديد وفقره جديده مع هند، خليكم معانا.